السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض تفريز الجوافة، وازاي تحافظي على لونها ابيض من السنة للسنة، وازاي كمان تعملي احلى كوباية عصير جوافة حتى لو انتي مطلعاها من الفريزر. ان شاء الله تابعيني لنهاية الفيديو، والفيديو هتكوني مستفيدة جدا منه. بس ما تنسيش لو عجبك الفيديو تضغطي اشتراك ولايك لو اول مرة تزوريني في القناة. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. طبعا هنغسل الجوافة بتاعتنا كويس، اي جزء فيها مش كويس هنشيله طبعا، قشره كده بسكينة بسيط. اقولك لما تيجي تشتري الجوافة ما تنقيش الجوافة ابدا اللي بتكون طرية، لان مبتبقاش كويسة من جواها، بتبقى فيها حشرات وبتبقى فيها حاجات وحشة من جواها. تمام، نقي الجوافة اللي تلاقيها ماسكة نفسها وجسمها كده ماسك نفسه. وبرضو ما تنقيش الجوافة اللي هي بتبقى جامدة قوي، بتلاقي في الاسواق ساعات جوافة تلاقيها جامدة قوي، دي بتبقى تلاجات، يعني بتبقى اتحطت في التلاجات وطلعت، متنفعش طبعا برضو للعصير، بتبقى ناشفة. تمام. اي جزء بقى عندك كده في الجوافية بني اسود شوية تشيليه تقشريه كده بسكينة ايه، قشرة بسيطة كده من بره تشيليها، عشان برضو ما تبقاش مسودة معاكي الجوافة. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا هنا ليمون ومعايا كمان ملح ليمون. انتي عندك اختيار تستخدمي اي واحد من دول، يعني يا ترشي على الجافة بتاعتك ملح ليمون، بس طبعا ملح الليمون هتبقى بنسبة بسيطة جدا، يعني مثلا ال2 كيلو هنستخدم لهم ربع معلقة صغيرة من معلقة الشاي ملح ليمون. تمام. انا هنا حطيت الجافة بتاعتي في البلاستيكة دي علشان اعرف اعصر عليها الليمون. انا هعصر الليمون فريش. هنستخدم يا بنات عصير الليمون الفريش مع بعض كمادة حافظة تحافظ لنا على لون الجوافة، يفضل ابيض زي ما هو، وما يتأكسدش معايا ويصفر او يسود او يبقى بني. ويحافظ على اللون بتاعه، يعني تقريبا دول 2 كيلو. هستخدم لهم ليمونتين كده كبار، هعصر عليهم عصير الليمون واقلبهم كويس قوي مع بعض. آه، يعني مش هقلبهم طبعا بمعلقة او كده، اقلبهم كده زي ما انتوا شايفين. همسك الطبق اللي معايا ده واقلبهم في بعض كده تقليبة كويسة، بحيث ان عصير الليمون يتوزع عليهم كويس. تمام. جبت اكياس بقى التلاجة يا بنات، وبدأت ان انا اوزع فيها الجوافة بتاعتي. طبعا الكميات اللي انتي بتحتاجيها، يعني كل بيت طبعا بيختلف على حسب عدد افراد اسرتك، على حسب مثلا انتي عايزة تحطي في الاكياس قد ايه. تمام. انا هنا وزعت كده الاكياس بتاعتي، وطبعا اربطيها كويس، طلعي منها اي هوا، بحيث ان انتي ترصيها رصة كويسة في الفريزر بتاعك، برضو ما تاخدش مكان منك. يلا بقى بينا نعمل احلى كوباية عصير مغذية لاولادنا، وان شاء الله هتفرزي الجوافة وهتدعيلي على الطريقة دي. الطريقة دي جميلة قوي يا بنات وحلوة جدا، جربوها ان شاء الله تنجح معاكم. انا هنا بقى عندي جوافتين كده، برضو الكمية اللي انتي محتاجاها. تمام. وعندي موزتين، والموز ده اختياري، ممكن ما تحطيش عليه خالص، بس انا كان متوفر عندي فقلت ايه اعزز العصير. عندي هنا كمان كوباية لبن. اهم حاجة في عصير الجوافة يا بنات لو متوفر عندك لبن تضيفي كوباية لبن. اللبن هيحافظ لك على لون الجوافة، لو قعدت عندك وقت في التلاجة عمرها ما هتسود ولا لونها هيغير. ضربت بقى يا بنات العصير بتاعي وصفيته. طبعا زي ما قلتلك لو عايزة تشيلي البذر بتاعه او قلب الجوافة بمعلقة كده زي تقوريه كده وتتخلصي منه، لو مش عايزة اصلا تضربيه بالبذر بتاعه او تخزنيه او تفرزيه بالبذر. اتمنى ان اللي وصل معايا لنهاية الفيديو ما ينساش يضغط اشتراك ولايك في القناة لو عجبك الفيديو، وكمان تكتب لي كومنت جميل. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون مفيد ليكم وتستفيدوا منه. بحبكم في الله، مع السلامة.